إخوان السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم ويوم سعيد للجميع. اليوم عندنا قصة جديدة يتعلق الأمر بواحد جوج عسكريين جزائريين من درجة عارف، يعني كبرانات بجوج. هاد القصة دازت فوق التراب الجزائري. هاد العساكرية بجوج تابعين للسرية الرابعة اللي كاينة في ولاية واحد المعبر تيقولوا المعبر ديال العقيد لطفي. وهاد الناس هادو هما حراس ديال الحدود. هاد جوج عساكريات ساكنين في تشابولة وحدة، ولكن هي مبنية بالطوب، كل بيت مبني بالطوب ودايرين واحد الكوزينة بيناتهم ومعاشرين. واحد النهار مشى هنايا تعلق الامر بجوج الاسماء غنعطيهم، واحد سميتو عبد القادر والاخر سميتو الهواري. هذا عبد القادر مشى كونجي برمسيون، مشى للبلاد، دوز سميتو كونجي ديالو، رجع. ملي رجع قال لصاحبو عبد القادر، قال له ودي واش كتعرف ذاك الحاج رابح مول داك الحانوت ديال المواد الغذائيه اللي كاين عندنا في الدوار ديالنا؟ على فكره هذا عبد القادر وهذا الهواري هما من دوار واحد ومن قريه وحده تابعين لولايه سطيف، وهذه القريه سميتها عين الحجر. المهم قال لي واش تعرفو؟ قال لي تنعرفو والله. الله ولدي شكون تعرف الحاج رابح؟ قال لي وبنته مريم. قال لي ديك البنت الزوينه. قال لي ودي راه خطبتها من زمره عطاوها ليا، دابا راه مازال ما جبتش انا الاوراق. والله يجزيك بخير، ملي انت غادي تمشي كونجي انت ورايا، والله يرضي عليك الا ما جيب ليا راه غادي يعطوك الاوراق ديالها ويجيبهم ليا. قال لي واخا ما كاين حتى مشكل. المهم مشى السيد كونجي اللي هو الهواري. عبد القادر ملي دخل راه صافي كمل. مشى الهواري. المهم بقى حتى قريب يرجع. بقات لي واحد النهار ولا يومين هو يمشي عند الخوات سميتو، قال لي واش وصلك عبد القادر على شي اوراق؟ قال لي هي راه صاوبتهم ليه نيت. راه قال لنا راه غادي تجي انت من موراه، دابا راه حنا صاوبنا ليه دوك الاوراق باش نديهم ليه. قال لي والله ما كتشاوروا نتوما. قال لي علاش خو العروسه؟ قال لي ياك لاباس. قال لي ملي بغيتي تعطي اختك قال لي شاور الناس نقولوا لك شنو كاين. قال شنو كاين؟ وقال لي داك لما عطيتو هذا عبد القادر اللي عطيتو اختكم راه ماشي راجل. قال لي اشرح لي فهمني. قال لي هذاك راه مفعول به. قال لي كيفاش مفعول به؟ قال لي راه تيركبوا عليه الرجال ماشي راجل. صافي ما تلاش. بقى تيشوف فيه الاخر زاد في حالته. جا عند مو قال لمو ولدي راه ما قال لي الهواري صاحب عبد القادر اللي عطيناه مريم بغا يتزوج بها، ما قال لي صافي. المراه هي بقات مبغوضه. جا راجلها قالت لها ودي ها اللي كاين ناض سيدي الحاج رابح صيفط لبين عبد القادر. قال ليه هذاك الشيء اللي كنا دايرين على الزواج ديال البنت ديالي نعطيها لكم لولدكم عبد القادر راه ما بقاش. صراع. قال لي ياك لاباس؟ قال لي ودي راه البنت باغا مازال بغات تقرا ما بغاش. المهم ما كاين حتى مشكل. رجع الهواري، رجع من الكونجي ديالو. قال لي صاحبو واش ما جدتيش؟ على فكره هاد القصه دي دازت في عام 2000. ما كان مازال ما كاين لا تليفون بورطابل، كان غير الفيكس، وكانوا ديك الساعه دوك المهم ليسونسيال. قال لي واش ما عطاوكش شي؟ والله قال لي ودي ما عطاونيش. المهم مشكل. انا مشيت عند خوها راه ما عطانيش، ما نعرف شي حاجه ماشي هي هذيك. هو يمشي يطلب هذاك عبد القادر، طلب ذاك مع ذاك لاجودال اللي معاه. قال لي الله يرحم بك راني بغيت نمشي ندير واحد نشوف التليفون نشوف كيفاش راه القضيه عندي على واحد البنت كنت خطبتها، وشتهم ثاني ما طلعوش بغاو يعطيوها لي وما صيفطوا لي اوراق. قال لي سير. المهم مشى بعيد تقريبا، التليفون بعيد واحد بحال قلتي واحد 10 كيلومتر ولا 15. مشى دار التليفون فيكس، هضر مع باه. قال لي ودي راه قالوا لي ما طلعوش بغاو يعطيوها لك، وراه ما فهمتش داك الشيء ديالهم كاع. قالك بغاوها تقرا ما بغاوها تقرا. داك النهار قالك ما كاين حتى مشكل، ما عندهم ما يديروا بقرايتها. دابا راه اللي كاين. قال لي صافي. المهم قطع رجع في حالته
قال لذاك الاجودان، قال لي هضر ليا مع الكوماندار يعطيني واحد اسبوع ديال برمسيون باش نمشي نشوف راه كاين شي مشكل ماشي هو هذاك. قال لي واخا، هضروا معاه، عطاوه الكونجي، عطاوه الكونجي فيه 8 ايام. مشى السي عبد القادر الدوار ديالهم لهذا عين الحجر اللي تابع لولاية السطيف، تلاقى مع خو العروسة. قال لي صاحبي كيفاش هاد القضية لكم نتوما دابا، كيفاش تفاهمنا؟ قال لي ودي اش غادي نقول لك، غنقول لك عبد القادر واحد الهضرة ولكن ما تنفعلش. قال لي صاحبك الهواري ملي جا عندنا قال لي يا ودي راه اختكم علاش ما كتشاوروش، عطيتو اختكم لواحد ماشي راجل، راه يعني انت راه ماشي راجل، انت راك مفعول بك، فهمتي؟ بلا ما نقولها لك بهضره خايبه. قال لي صافي صافي الله يهنيك. ولا داك عبد القادر مشى في حالته، نسيتوه الساكو، هو يزيد في حالته، رجع للبلاصه فين عساس. ايوا المهم راه ديك الولايه كتعرفوا بان ذاك المعبر ديال العقيد اللطفي مع هاد الولايه ديال الصيف راه بعيده، راه ما بين 600 و 700 كيلومتر. المهم رجع السيد في حالته. ايوا جا، مشى شد السلاح ديالو كما العاده. قال لي الاجودان شنو؟ قال لي ودي هانيه ما تعرفش بغاوما. مشى شد السلاح ديالو، قاد المسائل، شد القرطاس ديالو، عمر الشارجور دار فيه 30 قرطاسه. هو يجي لذاك صاحبو قال لي انت اللي قلتي ليهم بعدا قبل من داك الشيء، مشى كتب واحد البرا شرح فيها كل شيء، هاد المسائل علاش بغى، علاش دار هاد الجريمه، غادي يدير دابا، غادي نعاود لكم عليها، ودارها بالجيب ديالو. المهم جا عند صاحبو قال لي مشيتي قلتي لهم انا مفعول بيا، عمرك درتي لي شي حاجه؟ ولا الحسد والحقد وصل بك لهاد الدرجه هادي؟ انا غادي نوري لامك كي دايره بين اشنا هو مفعول به. هو يتيري بصاحبو طا 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 طا، تخرج فيه 15 قرطاسه. هو يدير الكلاش ديالو تحت هنا، وبركب واحد الرافال طردق. او مشى السي قتل راسو. شوف انت فين وصلت بهم الواقع هاد الجزائريين هادو، شي كيحسد شي، علاش جواج والعيالات عطاهم الله. ايوا المهم هذه هي القصه ديالهم، الى اللقاء ان شاء الله قصه اخرى.